لديه كثير من المكر السياسي والتأثير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، منه أنه هو بن غوريون، وكان على الجانب الآخر من هو عميل بمعنى أصح لبريطانيا وليس فقط صديق لبريطانيا وهو وايسمان. وهذه الجدلية التناقضية التي قامت عليها إسرائيل استمرت على مر العصور بالمناسبة حتى الآن، ولكن الوضع كان مختلف بشكل كبير. يعني كان بن غوريون لديه استراتيجية للتوسع وقيام دولة قائمة على الزراعة والصناعة وغيرها حتى يستطيعوا أن يبنوا جذور في هذه الأرض المحتلة من الفلسطينيين، وكانت الخلاف على كيفية إنشاء هذه الدولة. لكن ما يحدث الآن ما بين مثلا الجيش أو المؤسسات الأمنية في إسرائيل وما بين نتنياهو وحلفائه سموتريتش بن غفير هو خلاف شخصي بالمناسبة. نتنياهو الآن لا يرى إلا نفسه، وأصبح مقتنع بشكل كبير بأنه ملك إسرائيل. لديه مجموعة من المتطرفين الذين يمكن أو لابد أن يتم التعامل معهم كالتعامل مع داعش. هم يعني يسوقون إلى الشعب الإسرائيلي روايات وأساطير دينية، منها بالمناسبة فكرة قيام إسرائيل الكبرى. أنا أحدثك عن تصريحات قالتها أو قالها مسؤولين في الجيش الإسرائيلي حينما دخل في قطاع غزة في الأيام الأولى كما هو الحال الآن. الآن هو لديه آلاف المقطعين أرجل وأذرع، ليس لديه قدرة على توفير الاحتياط، لديه صراع في الشوارع تقود الشرطة مع الحريديم الرافضين للتجنيد الإجباري. الآن هناك قانون لتجنيد ما هم فوق 50 عام في إسرائيل لزجهم على الجبهات للقتال. هذا انتصار كبير جدا للفلسطينيين، وهذا الوضع لن يستطيع أي أحد تحمله في إسرائيل لفترة طويلة. وبالتالي إسرائيل الآن لديها خطة تم تسريب بعض أجزائها أن الحرب لابد أن تنتهي في شهر أكتوبر القادم، وإسرائيل لا تستطيع أن تستوعب أكثر من ذلك في الوضع الميداني. لا يوجد أحد الآن قادر على وقف احتلال نتنياهو لقطاع غزة وليس سيطرته كما يقول، ولكن الواقع الميداني فقط هو القادر. النقطة الثانية الإنسانية، نتنياهو أصبح وحكومته